كان فيه غلام، ولد صغير يهودي، بيشتغل خادم عند النبي محمد، وكان الولد دهب يعيش وسط قومه اللي مش مؤمنين بالنبي، ومع كده كان النبي بيتعامل معه بأخلاق طيبة جدا، من غير ما يفرق بينه وبين أي حد تاني. وفي يوم من الأيام الولد ده مرض شديد، فافتقده النبي وسأل عنه، ولما عرف إنه مريض راح يزوره بنفسه في بيت. الولد وهو على فراش المرض كان تعبان جدا وعينيه باهتة من الضعف، لكن لما شاف النبي داخل عليه ابتسم ابتسامة خفيفة فيها احترام ومحبة. النبي قعد جنبه بلطف وقال له بهدوء: يا غلام، أسلم. الولد سمع الكلمة وسكت شوي، باص في وش النبي كأنه بيفكر، وشه ناحية أبوه اللي كان واقف جنب السرير ساكت، لكنه فهم نظرة ابنه، فرد عليه الأب وقال له بكلمة واحدة كانت كافية: أطع أبا القاسم. وسعتها الولد نطق بالشهادتين بإيمان نقي وقلب مطمئن، وبعدها ما عداش وقت طويل وتوفى على الإسلام. خرج النبي من البيت ووشه منور بالرضا، وقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. اشترك في القناة وصلي على النبي كثيرا.